لو مش شايف نفسك في المستقبل هتفضل عايش في الماضي. تخيل واحد عايش في حالة غضب وإحباط واستياء، وقاعد عمال بيقول لنفسه ليه ربنا ما يفتحليش الأبواب؟ ليه الدنيا ضيقة عليا؟ ليه ما فيش حد بيحبني أو حد راضي يشغلني؟ عايز تعرف ايه المشكلة؟ المشكلة ان هو مستني النجاح قبل ما هو نفسه يحس ان هو ناجح، مستني العلاقات الجديدة تجيله قبل ما يحس ان هو محبوب، مستني الحياة كلها تتغير حوالين منه قبل ما هو يتغير من جوه منه. ده النموذج القديم كلاسيكي للحياة اللي هو ما بينفعش، النموذج اللي معتمد على لما الدنيا تتعدل ربنا هيفرجها. لا، الحقيقة ان انت اللي بتخلق واقعك بإيدك مش العكس. التغيير بيبدأ من جواك مش من بره. أحيانا لما تكون مظلوم، مقهور، محبط، تفتكر إن أنت اتدفنت، مت، بس الحقيقة أنت اتزرعت في مكان جديد. ولو فكرت من الزاوية دي ممكن تلاقي إنها مش نهاية، دي بداية. وده مش قبر اللي أنت عايش فيه، دي تربة جديدة ومش ضياع، ده تحضير ليك لانطلاقة كبيرة أقوى بكتير. فممكن تكون العقبة أو لحظة الضعف اللي أنت بتمر بيها دلوقتي هي اللحظة اللي من عندها حياتك ممكن تاخد شكل جديد للأفضل. فمن فضلك لو سألت نفسك أنت هتقدم إيه للدنيا النهاردة؟ هتقدم إيه للعالم النهاردة؟ إيه نوع الطاقة اللي أنت هتنشرها؟ لو قدرت تحافظ على الحالة النفسية والعقلية دي استعد، لأن حاجات مش متعود عليها هتبتدي تحصل لك في حياتك كل يوم. وده مش سحر، ده قانون طبيعي، لأن المخ مصمم للإبداع. هو اللي بيربط ما بين العالم الخارجي اللي حوالين مننا والعالم الداخلي اللي جوه مننا. فلو عندك القدرة إنك تتحكم في نفسك وتفصل ما بين التأثيرات الخارجية وردود فعلك الداخلية عليك وتفضل ثابت وواعي، هتبدأ تلاحظ إن الظروف اللي حوالين منك بتتغير. وخلي بالك من العادات السامة، دي سجن بيخليك ضعيف، محبوس في عقلية سجين. ابعد عن الأربع حاجات اللي هقولك عليهم دول. أول حاجة، أول ما تصحى اوعى تمسك الموبايل، دي كارثة. تبدأ يومك مشتت، مش عارف انت ناوي تعمل ايه في الوقت اللي انت لازم تكون مركز وعارف يومك بوضوح هيمشي ازاي. تاني حاجة، اوعى المخدرات وابعد عن الأدوية المهدئة. الأدوية دي بتخفي الأعراض لكن مش بتحل المشكلة الحقيقية. تالت حاجة، اوعى وإدمان المحتوى القذر أو التافه، ده بيسرق منك الانتباه، بيقلل تركيزك وبيدمر مستويات الدوبامين عندك. رابع حاجة ودي أخطر حاجة فيهم، إنك تبقى مستهلك أكتر من أنت تبقى منتج، فتقضي يومك تاكل وتشرب وتتفرج وتستهلك بس ما بتنتجش أي حاجة. غير المعادلة دي، خلي 90% من وقتك إنتاج و10% استهلاك. علم الأعصاب بيقول لك حاجة قوية جدا، وهو إن ممكن تغير طبيعة مخك بس بالتفكير. فلما تبدأ تفكر فكرة جديدة مخك بيبدأ بيولد خلايا عصبية جديدة وبيربطهم ببعض بتوصيلات جديدة، وده بيخليك تخطط وتتصرف بشكل مختلف، بشكل أذكى طبعا. يعني كما لو كانت حياتنا كلها كأنها بروفا عقلية، بروفا مستقبلية. فكل مرة نتخيل نفسنا في الصورة المستقبلية دي احنا كده بنثبت الفكرة في دماغنا أكتر. لو قدرت أدي لكل واحد في العالم عادة واحدة بس يمارسها لمدة 30 يوم، هطلب منك تجيب ورقة وقلم واكتب كل حاجة بتعطلك عن الحلم اللي نفسك توصل، كل عادة سلبية، كل سلوك خاطئ، حتى طريقة كلامك لو انت شايف ان هي معطلة نجاحك. بعد كده اكتب مواصفات الشخص اللي نفسك ان انت تكونه. لو عايز تكون ناجح، الشخص الناجح بيتصرف ازاي؟ لو عايز تكون حر، ايه هي العادات اللي بتوصف الحرية بالنسبة لك؟ لو عايز تكون صحتك كويس، ايه هو الاسلوب اللي بيعيشه الراجل اللي صحته كويس؟ الخطوة الاهم انك تتدرب على انك تعيش بالشكل ده. تخيل مشاعرك في المشهد ده شكله هيبقى عامل ازاي. كل يوم خليك واعي بالحاجات اللي انت عايز تظبطها، الحاجات اللي انت عايز تطورها، وخليك مركز على البروفايل بتاع البني ادم اللي انت عايز توصل له. مع الوقت هتبدأ تشوف علامات بتظهر في حياتك، والناس هتبقى شايفة الكلام ده، والنتيجة هتبدأ كل خلية في جسمك وكل ذرة جواها بتتفاعل مع الطريقة اللي انت بتفكر بيها وبتحس بيها. فلو انت شايف ان انت قوي وناجح ومليان طاقة، جسمك هياخد الشكل ده. ولو شايف انك ضعيف ومحطم ومليان مشاكل، برضه جسمك هياخد الشكل ده وهيتكيف عليه. الموضوع هنا مش مجرد تفكير ايجابي، ده علم. الافكار والمعتقدات اللي بنحملها جوه دماغنا بتفرز مواد كيميائيه جوه جسمنا وبتاثر على تجديد الخلايا والصحه العامه. وعشان كده لازم نخرج من فكره ان الذكاء يعني انك شاطر في المدرسه. في كتاب مهم جدا لهوارد جاردنر بيتكلم عن ان الذكاء مش نوع واحد بس، لان في 5 انواع من الذكاء. اول حاجه الذكاء الرياضي او
المنطقي، وده للناس اللي بتحب الرياضيات وبتحب الأرقام. تاني حاجة الذكاء الموسيقي، وده اللي بيعرف يربط ما بين الأصوات والإيقاع. وتالت حاجة الذكاء الاجتماعي، وده اللي بيعرف يفهم الناس كويس. والذكاء الحركي زي الرياضيين وبتوع السيرك. وآخر حاجة الذكاء اللغوي، ودول اللي هم الشعراء والكتاب. فبالتالي كل واحد فينا عنده ميل طبيعي لنوع معين من الذكاء. شوف الحاجة الوحيدة اللي انت بتحب تعملها، اشتغل عليها وحسن من نفسك فيها كل ساعة. محمد صلاح مثلا فخر العرب وأسطورة الكورة ما كانش دكتور ولا مهندس زي ما كل الناس بتقول لنا هو ده معيار النجاح. الفكرة انك تلاقي الذكاء الطبيعي المناسب ليك، الموهبة اللي جواك، وتبني عليها، وما تمشيش ورا القواعد التقليدية اللي بتقول لك لازم تبقى أكاديمي ولازم تعمل كده ولا تعمل كده. فعشان كده اعرف ذكائك، القرار عندك، والنهاردة مش بكرة، مش بعد سنة. فدلوقتي تقرر ان انت مش هتنزل من مستواك ولا هتقلل من نفسك تاني ابدا. ربنا ادالك امكانيات رهيبة، كل الامكانيات اللي انت محتاجها عشان توصل لاي حاجة انت عايزها. كل اللي نجحوا في العالم مش احسن منك، بس الفرق انك تاخد القرار. فما تفكرش في الفلوس ولا في الموارد ولا هبدأ منين، كله هيجي لوحده. لان حاجتين اساسيتين لازم تعملهم عشان اي حاجة انت بتحلم بيها تتحقق. اول حاجة نية سليمة، صفي النية لربنا واعقد العزم على اللي انت عايز تحققه. تاني حاجة اكتب كل حاجة بالتفصيل. عايز وظيفة محترمة بمرتب عالي وبدلات عالية، اكتبها. عايزة تسافري وتلفي الدنيا، اكتبيها. عاوز تبقى رائد أعمال وتشتغل مع ناس مبدعة زيك، اكتبه. كل ما وضحت التفاصيل كل ما مخك بدأ يشتغل بطريقة مختلفة. فجأة هتحس بالحلم ممكن يبقى واقع، وده السر. لو حسيت بالحلم جواك، لو جالك اليقين إنه هيتحقق، عقلك هيشوف حرفياً عينة منك أنت في المستقبل، وهيعيشوا في الحاضر. وهنا بتحصل المعجزة، لأن خلاص دخلت في الموجة الصح وبقيت جاهز تستقبل النجاح.